السلام عليكم، أنا ريم من دريمز كيتشن، وفي سناك الجمعة اليوم حأعلن حبي للأكل الإيطالي. أنا مرة أحب الأكل الإيطالي، وخصوصا ما في خصوصا شوفوا كثير أشياء أحبها إيطالية، بس الكابريسي سالد، الريحان والموزاريلا والطماطم والبلساميك فينيجر وزيت الزيتون. يا أخي، اللي اخترع ده الشيء أو اللي حط دي المكونات مع بعض إنسان مرة فنان. اليوم زودت شيء على الكابريسي سالد، خليتها open faced كابريسي ساندويتش وزودت عليها باذنجان. الطعم مرة فظيع. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. هنحتاج موزاريلا إيطالية اللي هي تيجي كورة قد قبضة اليد، جوة كيس فيه له موية. ما هي الموزاريلا القاسية دي اللي نحطها فوق البيتزا ونبشرها، لا هذه موزاريلا غير. أسألوا عنها في السوبر ماركت، أسألوا الرجال اللي يبيع الجبنة وحيديكم هي. طماطم مقطع شرايح عريضة، باذنجان مقطع شرايح عريضة، زيت زيتون، خل بلسمك يا الثقيل يا السائل، أي شيء تقدروا تستخدموه. حنحتاج أوريجانو، توم مهروس، أي نوع عيش تحبوه، وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين نروح لطريقة التحضير. على نار متوسطة العالية حنحط طاوة الشوي أو أي طاوة عادية وندهنها بزيت زيتون. بعد كده حنضيف الثوم ونحاول نوزعه ونخليه طبقة واحدة. حنضيف على الثوم آم، الشرايح حقت البتنجان. أنا جيعانة وأنا قاعدة أتفرج فعشان كده ماني عارفة أشرح. المهم حنضيف شرايح البتنجان ونخليها تقريبا 5 ل6 دقايق على كل جهة، أو على حسب، يعني إذا حسيتوها لسه ما استوت خلوها أكتر من كده. ما في وقت معين، ما أبغاكم تتقيدوا في وقت معين وبعدين فجأة تنحرق معاكم، لا خلوا عينكم عليها وشوفوا إيش يصير. بعد ما يخلص البتنجان حنرجع ندهن الطاوة بزيت زيتون وحنضيف عليها العيش. حنحمر وش واحد بس، برضو ما في وقت معين. شوفوا يعني أنا وصل معايا لزي كده وخلاص، يعني انبسط فيه. آخر خطوة حنسوي اللايرز حق الساندويتش، فحنحط العيش فوقه البتنجان، بعد كده شرايح الطماطم وشرايح جبنة الموزاريلا والريحان. بين كل طبقة وطبقة حنحط ملح وفلفل أسود وأوريجانو، وآخر شي حنضيف زيت الزيتون وخل البلسمك. شوفوا دحين ده أحلى بارت من الفيديو عندي. أشوفه أجمل شي في الحياة، الألوان على، يا أخي هذه اسمها متعة الحياة الدنيا. الساندويتش ده أخدته سويته يعني وأخدته معايا غرفتي، قعدت 45 دقيقة كده مع نفسي مروقة وأستمتع بكل لقمة فيه بكل دقيقة. كده كان تريت لنفسي، من جد كنت مبسوطة فيه. أنا إنسانة أنبسط لما آكل الحمد لله يعني. شوفوا لو أنا زعلانة وديتوني شي لذيذ أنبسط كده زي الصغار. بس من جد والله الأكل نعمة، والحمد لله يا رب على دي النعمة، والله لا يحرمنا منها. المهم لما تجربوا الساندويتش صوروه وابعتولي هو على انستغرام. المقادير حتلاقوها في المدونة، رابطها في صندوق الوصف تحت الفيديو. أشوفكم فيديو تاني قريب إن شاء الله، وأحبكم جميعا ومع السلامة.